جربنا منتجات ذكيه وغريبه جدا، بروجيكتور بيعمل لك سينما في البيت، كشاف بالطاقه الشمسيه، واقلام بترسم لوحدها، وحاجات تانية هتشوفوها دلوقتي. ده بقى المفروض ان هو اصغر وارخص بروجيكتور بيخليك تعمل سينما في البيت او في اي مكان تاخده معاك مثلا لو رايح تصيف او حاجه. طيب ايه بقى التفاصيل؟ انت اولا عندك دي العدسه اللي بيخرج منها الصوره دي بقى بنجيبها منين اصلا؟ انت عندك اكتر من اوبشن. اولا ممكن تركب هنا مايكرو اس دي كارد يبقى عليه مثلا فيلم او مزيكا او حاجه، وعندك الاوبشن الثاني اتش دي ام اي فتوصله بتلفزيون او بلابتوب تاخد منه الصوره، والاوبشن الثالث فلاشه عاديه جدا برضو تبقى حاطط عليها الحاجه اللي انت عايز تتفرج عليها. طبعا عندك هنا الزرار ده بيطلع وينزل العدسه بحيث تلعب في الزوم بتاع الصوره اللي معروضه قدامك. والحاجات العاديه بقى زرار باور، زرار بيخليك تتنقل بين الملفات وبعضها. تعالوا بقى كده ايه نبتدي نركب الحاجات في الكهرباء. طبعا ده الكابل بتاع الباور بيشتغل من الجنب هنا، وبعدين نضغط ضغطه طويله ونركب الاس دي كارد. احنا حاطين عليه فيديو المفروض ايه يظهر لنا بقى اول ما نعرضه على الحيطه ونشوف الاجواء عامله ازاي. طيب احنا كده مشغلينه وحاطينه على حيطه لونها فاتح، لان هو على الغوامق بيبقى شكله يعني اقل جوده بكتير. احنا هنا في اوبشنز تتنقل ما بين موفي وميوزك وفوتو وتكست. نضغط كده يطلع لنا السي ده اللي هو الاس دي كارد اللي احنا مركبينه. هنبدا نجرب كده نشغله. ده فيديو اهو من الفيديوهات بتاعتنا معروض. انا شايف ان الصوره حلوه على بروجيكتور، يعني هو عاده اي بروجيكتور ما بيبقاش يعني بالجوده الفظيعه اللي انتم فاهمينها، خصوصا ان ده بروجيكتور رخيص جدا. يعني الحاجات دي اسعارها بتوصل ل 20 و30 الف جنيه، فده سعره مقارنه بالاسعار يعتبر مش وحش خالص. خلونا كده نشغل لكم فيديو تاني شوفوا الصوره بالعرض شويه. طبعا الفيديو فيه صوت اصلا طالع من البروجيكتور نفسه، بس انت ممكن تركب له سماعات كمان. زي ما شفتوا كده الصوره حلوه جدا مقارنه بان ده بروجيكتور صغير قد كده بتاخده معاك في اي مكان، وطبعا مقارنه بالسعر. يعني انا نسيت كمان اقول لكم ان معاه ريموت كنترول بتعمل بيه كل التحكمات. البروجيكتور ده سعره 1400 جنيه، بالنسبه لي حل ظريف جدا لو انت في مصيف او في مكان بره وعايز مثلا تعمل تجمع عائلي، تعمل موفي نايت، يستاهل ادخله قائمه تمام. دي لعبتين في نفس الوقت اللي هي الشطرنج والدارتس دي اللي انت ايه بتقعد تنشن عليها. طيب ازاي بقى لعبتين في نفس الوقت في هذا الشيء الاسطواني الصغير جدا؟ زي ما انت شايف كده الوش ده عباره عن دارتس تقعد تنشن بيه الحاجات اللي هي جايه معاها دي، والجزء الثاني عباره عن ارضيه شطرنج وطبعا جاي معاها الحاجات بتاعتها كلها. العبقري بقى في الموضوع ايه؟ مش ان هي مجرد ورقه فتلفها وتروح بيها اي مكان وتتحرك والكلام ده. العبقري ان دي كلها ماجنت. ازاي بقى هي ماجنت وفي نفس الوقت حته قماشه؟ مش عارف الحقيقه، بس انت اول ما بتعمل كده تلاقي الحاجات مسكت عادي جدا. وعايز اقول لكم ان دي اقوى بكتير من اللي احنا كنا جربناها قبل كده. طبعا فيها الجزء الحبل ده بتتعلق منه. تعالوا كده نجرب. عايز اقول لكم الماجنت قوي، والقماشه نفسها فيها ماجنت قوي لدرجه ان الحاجات حتى لو يعني ايه مش مظبوطه قوي بتمسك نفسها. يعني هي كانت هتقع وبص بتقع بتمسك نفسها في الاخر. نيجي للجزء الشطرنج. طبعا انت عندك كل واحد منهم فيه ماجنت من تحت، لما بتيجي تلعب مهما الحاجات بتتهز مش هتقع منك، لان هي في النهايه حته قماشه يعني، فلو ما فيش الثبات ده هتبقى مزعجه جدا. فاختراع ذكي جدا بصراحه، تقدر تلفها وتاخدها معاك في اي حته. معاك لعبتين في نفس الوقت، حجم قليل جدا. وانا شايف كمان انه الماتيريال بتاعتها كويسه قوي، يعني مش من السهل ان هي تتقطع او يحصل لها حاجه قويه. وسعرها كمان مش وحش 285 جنيه، فهدخلها قائمه تمام. دي بقى اقلام بتكتب رسم. يعني ايه بتكتب رسم؟ يعني كل هايلايتر من دول او كل قلم لما بتمشي بيه على الورقه بيعمل لك واحده من الرسومات دي، في قلوب، في خط كده متقطع، في نجمه، في ورده. فتعالوا نشوف كده هل الاقلام فعلا بترسم الحاجات دي ولا ايه، ونشوف استخدامهم برضو. يعني احنا ليه بنعمل كده في نفسنا؟ يجي مثلا للقلم ده المفروض ان هو لونه بيعمل نجمه، هو لونه برتقاني بيعمل نجمه. طبعا هو عامل زي البكره كده من فوق، وانت المفروض بتمشي بيه كده فتلاقي النجوم كلها مرصوصه جنب بعض كده. زي ما انتم شايفين سطر النجوم مرصوص جنب بعضه. فلو مثلا جينا نجرب اللون اللي هو ده، اظن انه بيعمل قلوب. ده بيعمل خط متصل منفصل كده، حتت غير بعضها، بس هو ده ايه يعني تحس ان هو مش سالك قوي عشان ليه سن. اظن ده اللي بيعمل قلوب، بيعمل قلوب مش بيعمي القلوب. نعمل كده دي قلوب متشقلبه ولونها حلو وحاجه في منتهى ايه منتهى الطفوله. انا مبسوط قوي. ادي القلوب اهي اللي لونها بنفسجي، واحد بيبص لفوق واحد بيبص لتحت، والموضوع لذيذ قوي. طيب دي استخداماتها ايه؟ دي باختصار هايلايترز. يعني انت ممكن وانت بتذاكر مثلا او حد بيعمل حاجه يعلم فيبقى شكل الطف. والاستخدام الاهم بقى ليها الحاجات بقى بتاعه الانشطه المدرسيه. المجموعه دي على بعضها 6 اقلام سعرهم 200 جنيه. انا شايفهم لطاف مختلفين، الجوده بتاعتهم كويسه، الحبر اللي بينزل منهم، الرسومات مظبوطه، مفيش حاجه ضربه كده او ضربه كده، شكلهم حلو فعلا. فانا هدخلهم قائمه تمام. دي بقى اغرب بورد او سبوره ممكن تقابلها في حياتك. اولا هي سبوره ورق، انت عندك رول كبير كده معرفش طوله مترين ولا ايه، بتقطع منه حجم السبوره اللي انت عايزها عشان تناسب المكان اللي انت هتعلقها فيه. وهي طبعا ما بتتعلقش، هي ورق، فانت بتلزقها من الاربع اطراف وخلاص وتبتدي تشتغل. وبالمناسبه هي جايه معاها طباشير ابيض والوان وكل الحركات. وعايز اقول لكم مفاجاه بالنسبه لي ان هي قويه، يعني مش ورق عادي او ورق كرتون حتى، لا. تعالوا بقى ايه نحاول نكتب كده.
بتكتب زي السبوره العاديه بالظبط. تعالوا بقى نشوف اهم حاجه في الموضوع، هل اللي احنا كتبناه ده هيتمسح ولا لا، لان هي لو بتكتب مره واحده بس وخلاص يبقى الموضوع ايه، مالوش اي لازمه. طيب هي بتتمسح، بس كالعاده بتعمل جير رهيب زي اي سبوره عاديه من القدام بتوع زمان. يمكن تكون بتحتاج ميه، نجرب نعمل كده بالميه تمام قوي، يعني ما بقاش في اي اثر للكتابه ورجعت جديده. وطبعا هي مش خشب فمش هتتاثر خالص بالميه. شايفها اختراع للبيوت اللي فيها اطفال كتير، حد عايز يحط بورد في اوضته مثلا ويذاكر، رغم انه البورد البيضه اللي هي بالاقلام التانيه دي اسهل بكتير وانضف وما فيهاش البهدله بتاعه التبشير العادي، بس تبقى حل للي عايزها، خصوصا وانه سعرها مش غالي قوي، دي ب 150 جنيه. ممكن تعمل مثلا 3 سبورات متوسطين الحجم او 2 كبار جدا، فانا هدخلها قائمه تمام. ده بقى كشاف بيشتغل بالطاقة الشمسية، بس الأهم من إنه بيشتغل بالطاقة الشمسية إن هو بيطلع نور قوي جدا، وفي نفس الوقت ده أقوى ماتيريال لكشاف من النوع ده. عادة الحاجات اللي بنجربها من النوعية دي بتبقى مش قد كده. طيب هو بينور إزاي بقى؟ أنت عندك الجزئين دول كل واحد منهم بيديلك 3 أوبشنز. الأوبشن الأول النور الأقوى، التاني نور أقل شوية، والأوبشن التالت الفلاش ده لو أنت مثلا في حالة طوارئ أو حاجة. بعد الفلاش ده بقى لما بتضغط ضغط كمان بتلاقي النور اللي هو اللي فوق الأساسي ده نور. عايز أقول لكم إن هو قوي جدا لدرجة إنه مزعج، يعني لو جه في عينك تضغط ضغط كمان يديك الدرجه الاقل، والضغطه الثالثه نفس برضو قصه الفلاش وتضغط كمان يقفل خالص. عندك برضو شويه اوبشنز ثانيه لطيفه. اولا الخليه بتاعه الطاقه الشمسيه دي بتشحنه، وطبعا ممكن تشحنه بي يو اس بي عادي جدا، الوصله جايه معاه. والاوبشن الثاني انه الراس اللي بتنور دي بتتحرك في كل الاتجاهات لحد ما بتنزل لتحت خالص، فانت مثلا لو عايز تعلقه من الايد دي بحيث ينور لتحت ده تمام. في حاجه ثالثه برضو ظريفه، ان هو طول ما هو شغال بيديلك درجه الشحن بتاعته قد ايه، مشحون 25 50 75 او 100%، وبعدين هو على شكل روبوت كده ومختلف. يعني الكشاف ده سعره 300 جنيه، حلو جدا كاضاءه كماتيريال، الشحن بتاعه سريع كمان، فهدخله قائمه تمام. لو عجبتكم الحلقه اعملوا لها لايك وشير، لو ما عجبتكوش اعملوا لها شير بس، وقولوا لنا عايزين نجرب ايه تاني الحلقات الجايه.